السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. نزلت بقى السوق وجبت مشتريات الاسبوع في حاجات، يعني الفاكهة والخضار بتوع الاسبوع، لكن اللحوم والفراخ بقى على مدار الشهر. لكن انا بنزل اجيب الخضار والفاكهة بتوعي بالاسبوع كده، علشان الحاجة مش تبوظ عندي في التلاجة، وكمان يبقى طعمها حلو، لان طبعا لو قعدت اكتر من اسبوع مش هتبقى حلوة. فانا جبت تفاح زي ما انتوا شايفين كده، كيلو التفاح كان ب40 جنيه. وهقول لكم كل حاجة بالاسعار بتاعتها. والموز جبت 2 كيلو موز، كان الكيلو ب15. والفلفل كان الكيلو ب15 جنيه. هو الراجل وزن شوية دول ب10. ما شاء الله كان فلفل صغير كده وحلو وكان شكله جميل. وجبنا فراولة، طبعا موسم الفراولة بقى وجمال الفراولة، انا بحب الفراولة جدا، بحب بقى عشان اعملها مربى كده. هنعملها مع بعض ان شاء الله. وبحب اعمل تورتة الفراولة بقى كمان للكوكتيل، بتبقى جميلة قوي. عندنا هنا القطة اللي كانت ماشية ديت ماشية تقرقض من كل حاجة، وطبعا الحاجة مش نظيفة، الحاجة كلها عايزة تتغسل، فايه قاعد يفتح كده من الاكياس ويقعد ياكل. فانا بقول له اسكت، قعد يضرب فيا. شايفين بقى كمان جبت جوافة. الجوافة كانت ب15 جنيه. الفراولة كانت ب25. الأناناس كان ب15. الراجل وزن الاتنين دول ب20. البرتقان والأستفندي كان الكيلو ب10. البرتقان ب10 والأستفندي ب10. طبعا الموز أنا قلتلكوا إن هو ب15. راحة الأسعار غالية جدا، ربنا يا رب يعيننا ويرخي قوت المسلمين. تعالوا بقى نشوف جبنا خضار ايه. انا جبت كيلو البرنجان. كيلو البرنجان كان ب5 جنيه، جبت كيلو بس. وطبعا جبت ب20 جنيه طماطم علشان طبعا الطبيخ والسلطة. الكيلو وربع كانوا ب10. والبطاطس جه في اخر السوق كده قال ال2 كيلو ب25، فجبت 2 كيلو. والخيار كان ب20 جنيه، فجبت نص كيلو كده. وكمان جبت ليمون. ايه، غسلت الخضار كله بقى والفاكهة وعينتهم في التلاجة. وتعالوا بينا بقى نشوف اللحوم والفراخ. بس اللحوم والفراخ بصراحة انا بجيبها، يعني دي حاجات كده الشهر. طبعا ما كنتش لسه كمان جبت اللحمة المفرومة، بس ساعات بجيب اللحمة المفرومة حسب استعمالي، يعني لما بعوزها بجيبها. لكن بصراحة لما بيبقى معايا فلوس متوفرة بحب اجيب حاجتي كده بالشهر. بتوفر عليا كتير وبتوفر عليا حيرة الاكل، وكمان بتوفر عليا بقى المجهود وان انا اقعد طالعة ونازلة وكده. زي ما انتوا شايفين جبت كيلو كده من اللحمة البلدي، وقلت بقى هقطعها كده وهعملها على كيسين، لان طبعا احنا فردين اتنين بس، ويونس ما بياكلش مثلا حاجات من دي، وعمر صغير، فانا بعمل الكيلو هعمله على كيسين. هقطعها كده مكعبات متوسطة، لا هي صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. هقطعها مكعبات متوسطة كده. هنقسمها على كيسين، وكده هيبقى معانا اكلتين في الشهر. يعني ممكن مثلا ناكل اكلة في اول الشهر وناكل اكلة في نص الشهر كده او اخر الشهر، حسب بقى استعمالك وحسب راحتك. وطبعا لو وصلتي معايا في الفيديو لهنا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، وتشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها. وطبعا لو انت جديدة معايا في القناة تشرفت بيكي، اتمنى تكوني استفدتي من الفيديوهات بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا بقى القطعة اللي هي مش محتاجة ان انا اقطعها ما بقيتش اقطعها عشان ما تصغرش كده، لانها طبعا لما بتتشوح وتتسوى كده القطعة كمان بتقل، فعشان القطعة ما تبقاش صغيرة قوي. عايزة بقى تعملي مرة كده كباب حلة مع مكرونة، او كباب حلة كده مع صينية بطاطس، ومرة كده شوربة تسلقيها في شوربة مع كده شوية محشي، الله عليها. يا سلام بقى لو عملت كده طبق فتة. زي ما انتوا شايفين كده انا قسمتهم كده، هقسمهم على كيسين زي ما انتوا هتشوفوا كده. وبرضو جايبه كارع كده برضو هقسمه على كيسين، لان بصراحه انا مش بحب الكوارع، فمفيش الا زوجي بياكلها، فانا ايه ما برضاش اعمل الكارع كل مره واحده، لانه ايه بيفضل كده في التلاجة بال3 وال4 ايام. فانا عدت بجيب الكارع كده اقسمه على اكلتين على قده كده، بعمله له على قد الاكله بتاعته، اللي هو يعني كمان بقسمه على كيسين وبقعد عندنا باليومين والتلاتة. فهو بحطه كده على قد، لان احنا مفيش حد فينا بياكل كوارع غير جوزي. وطبعا الكارع البلدي بيبقى كبير وبيفرط معاكي كده كمية كبيرة، فطبعا بيبقى عايز عيلة او بيبقى عايز اشخاص كتير. فانا عشان زوجي بس اللي بحبه فانا عدت بعمله على كيسين. زي ما انتوا شايفين كده قيست بقى اللحمه، وبحب ان انا ايه افرغ منها الهوا كده، واعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان ما تاخدش مكان في الفريزر. ولو انت عايزه تحط بقى حاجه ما تلاقيش الفريزر هايش منك كده، انتش عارفه تحط حاجه، وممكن اساسا يكون الفريزر فاضي بس انت شايفاه مليان.
سبب ان انت مش منظمه الاكياس كده وبتربطي الحاجه بشكل عشوائي وترميها في الفريزر. فظبطي الفريزر كده، هياخد معاكي كميه كبيره من الحاجات اللي انت عايزه تحطها فيه. عندك هنا الكارع ما شاء الله كميته حلوه كده زي ما انتوا شايفين، هما كانوا 7 قطع. فانا قسمت الكيس الاولاني ده حطيت فيه 3 قطع، والكيس التاني ده حطيت فيه ال4 قطع اللي هم المتوسطين دول. يعني الكيس الاولاني ده حطيت فيه 3 قطع كبار، وسبت ال4 المتوسطين دول حطيتهم في كيس برضو لوحدهم. لما باجي اعملها بقى بمسكها برضو كده بشيطها على النار عشان لو فيها شعر زيادة. الزار طبعا بيبقى سايب فيها شعر صغير كده زيادة، فانا بمسكها شيطها على النار واعملها كده بالسكينة، بتبقى فلة شمعة منورة، وبنقعها كده في خل وليمون ودقيق وجنزبيل. بتبقى حاجة كده فوق الجمال، ما بيبقاش فيها اي ريحة زفارة خالص. وكده كمان بقى معاكي اكلتين كوارع كده في الشهر، حاجة كده ما شاء الله. جبت هنا بقى 3 فرخات زي ما انتوا شايفين كده. هما ال3 فرخات كده كانوا في بعض، مش عارفة الاوزان قوي، ال3 فرخات كده كانوا جايين مع بعض. مسكتهم بقى كده غسلتهم كويس بالخل كده والليمون، قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اخدت الكبد والقوانص بتاعتهم هعملهم اكلة، والاجنحة والرقب كده ببقى احب برضو اسلقهم في شوربة كده واطلع منهم لسان عصفور عشان خاطر الاولاد. ساعات مثلا ببقى عايزه اعمل لسان عصفور وما عنديش شوربه، فبقوم مطلعاهم كده فكهم على طول وعامله منهم شوربه بتبقى جميله. ساعات برضو بعملهم في الصينيه كده بيبقوا حلوين قوي. الفراخ بقى قطعتهم كده، الوراك لوحدها والصدور لوحدها، وبدات ان انا اكيسهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس انا بعمل كل كيس في منابين 2 بس، لان زوجي بصراحه ما بيحبش الفراخ تبات، بيبقى طعمها زفر كده او بيبقى طعمها مش حلو، وبحب اللي ياكل الفراخ كده في يومها بس. فانا بعملها كده على قدنا. كل كيس كده حطيت فيه صدرين، وكيس تاني حطيت فيه الوركين، وعملوا معايا ما شاء الله 5 اكلات. لان كان في فرخة صغيرة شوية فانا حطيتها مع بعضها كده، لان حسيت المناب بتاعها هيبقى صغير شوية. اللي هي الكيس اللي انا بوريهولكوا ده كان فيه فرخة كاملة، لكن الفرختين التانيين ما شاء الله كان حجمهم كبير، فانا قسمتهم كده على 4 اكياس. طبعا كده حابة اعمل كنتاكي، اطلع كده الصدرين واقسمهم، وطبعا انا عملتهم معاكم على القناة، اتفرجي على الفيديو هيعجبك قوي. حابة بقى ان انت تعملي كده صينية فراخ، بطلع كده الوركين اعملهم صينية كده مع صينية بطاطس رز بشعرية، وبتبقى اكلة جميلة. حابة بقى تطلعي صدرين كده وتعمليهم في شوربة، وتاخدي الشوربة بتاعتها تعملي نصها لسان عصفور، والنص التاني تعملي فيه شوية ملوخية كده وشوية رز بشعرية، برضو هيبقى في منتهى الروعة والجمال. نحاول ان احنا بقى نخلي الحاجات دي بقى تكفينا الشهر. بقية الشهر بقى نقضي كده ايه، مرة مكرونة وبطاطس، مرة رز بشعرية كده وفلفل وبرنجان. يعني نحاول ان احنا نلم الدور كده، لان العيشة بقت غالية والاسعار بقت ايه حاجة كده لا توصف. ربنا يا رب يطعمنا ويطعمكم، اللهم امين. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.